صباح الهنا او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا النهارده في بنها. طبعا انتوا مستغربين انا في بنها بعمل ايه، بس انتوا عارفين ام العروسه فاضيه ومشغوله، وام العروسه مسحوله على طول، بتسافر من بلد لبلد علشان تشوف حاجه بنتها. اللي خلاني ساعه الفستان اصلا سافرت كفر الشيخ، ولا كان مش عارفه كان فين، ولا المنوفيه، عشان اجيب لها الفستان. ساعه العفشه هستخسر فيها ان انا الف واجيب؟ لا طبعا مش هستخسر. رحت دمياط وبصراحه الحاجه ما عجبتنيش، بس جيت هنا بنها عن طريق واحده صاحبتي حبيبتي قوي 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 قوي، قالت لي مش هتلاقي طلبك الا في بنها. قلت لها عينيا الاثنين، ده انا اروح لبنتي بالمشوار. تعالوا النهارده دلوقتي هننقي مع بعض واوريكم انا نقيت ايه، واوريكم فعلا ان بنها فيها حاجات حلوه قوي تضرب اي حاجه ثانيه، وتضرب المنتجات اللي في القاهره اللي انا شفتها والاسعار بتاعتها مش قادره اقول لكم. ويا ريت اصلا هنقول ان سعرها غالي والغالي ثمنه فيه، لكن لا مفيش الكلام ده. الحاجه كانت غاليه قوي وغاليه اوفر، والموديلات نفسها ما دخلتش دماغ بنتي ولا دخلت دماغي بصراحه. بس الموديلات اللي انا شفتها النهارده في معرض الشاعر تخليني اغير فكرتي خالص عن بنها. بنها حلوه جدا وحلوه بالناس اللي فيها. تعالوا نشوف ايه اللي موجود في معرض الشاعر والحاجات اللي موجوده عنده واسعارها التحفه وموديلاتها اللي فعلا ما لقيتهاش في اي حته. يلا بينا ناخد كده فكره في المعرض، واوريكم انا نقيت ايه في الاخر، واقول لكم الاسعار بتاعتهم، واوريكم كمان ان فعلا الغالي ثمنه فيه. بس الغالي مش عند الشاعر، عشان الحاجه عند الشاعر اسعارها في المتوسط خالص، بس واخدين جوده للمنتج يا روحي عليه. يلا بينا نشوف المنتجات ونشوف المعروضات بتاعتهم، واقول لكم انا اخترت ايه، واي عروسه بتتفرج عليا هي الكسبانه في الفيديو. يلا بينا. يلا مع بعض كده هنشوف الموديلات اللي موجوده. احلى حاجه حبيتها عندهم ان الحاجه اللي بتعجبك او اي موديل بيعجبك متاح منه تنفيذ اي لون. بصوا المنظر عامل ازاي، ما شاء الله عليه. وعلى فكره الموديل اللي بيعجبك خلال اسبوعين بتكون متنفذ نفس اللون اللي انت عايزاه. الخامه عندهم حلوه قوي بصراحه، عجبتني حاجات كتير جدا عندهم، ما بقيتش عارفه اخد ايه ولا ايه، ومن كتر كميه الالوان ما بتبقيش عارفه تختاري ايه ولا ايه. دي اول سفره شفتها، هم كميه السفر اللي عندهم رهيبه، وعايزه اقول لكم تحفه جدا وتقيله تقل مش قادره اقول لكم. بتدي المساحات كلها، شقتك كبيره شقتك صغيره بتلاقي المساحه اللي انت عايزاها والموديل اللي يعجبك. والخامات عندهم تحفه، الجوده بتاعت المنتج نفسها تحفه. اوض الاطفال دي ما بقيتيش تعرفي تبقي عايزه ايه ولا ايه بصراحه. اكتر حاجه عجبتني في اوض الاطفال غير ان هي خشب حلو جدا وتصميمات حلوه قوي، الديزاين بتاعها كانه دريسنج، مش الاوض القديمه بتاعتنا، لا 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 لا, لا. حاجات مختلفه بتكنيك مختلف بحاجات مختلفه جدا وحاجات حلوه قوي. دي بقى عجبتني، وكان في منها موديلين ان هي الناس اللي شققها ضيقه وبتبقى محتاجه مثلا تعمل اوضه اطفال او اوضه ضيوف، لا مفيش داعي الكلام ده. موجود ان انت ادي ركنه بتطلع سرير وبتبقى صحاره تلمي فيها الكراكيب وتلمي فيها تخزني فيها اللي انت عايزاه. تحفه جدا. بصوا المنظر، والله انا بقيت ماشيه في المعرض عامله زي المجنونه مش عارفه اختار ايه ولا ايه. وعندهم حته ان يوفقوا ترابيزات مع انتريه، وحته ان كلها ماشيه مع بعضها، دي حاجه هايله جدا. ما بتبقيش محتاجه ان انت تقعدي تقولي ايه طب هختار دي طب هوفق معاها ايه، لا هم مجمعين لك كل حاجه. بصوا التصميمات بتاعه الاوضه دي، اوضه اطفال هايله. دي بقى اللي عجبتني جدا جدا بصراحه، ودخلت هنا جواها علشان اشوف الخشب يستحمل ولا لا. بصوا المنظر، تقيله تقيله وتحمل يعني وتشيل. دي كانت عجباني جدا بصراحه، وبعد ما قلت ان انا هاخدها الفرح رجعت قالت لي لا انا هختار حاجه تانية. دي بقى كانت عجباني قوي، بس للاسف لقيتها فعلا مباعه يعني. بس هم طبعا قالوا ان هي بتتنفذ في خلال اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير قوي. الالوان اللي انت عايزاها، الحاجه فعلا تستاهل. الاسعار عندهم حلوه جدا. كل اوضه عندهم تحسوا ان هي فيها فكره، مش الموضوع سرير ودلاب واتنين كومودينو والكلام ده كله، لا مفيش الكلام ده. كل حاجه عندهم فيها فكره. بصوا المنظر حلوه قوي. حته ان الاوضه تصميمها يبقى دريسنج دي، وتقسيمه الدولاب من جوه تشيل حاجات كتير وتبقى التقسيمه حلوه جدا، عجبتني قوي قوي قوي. دي بقى اسمها ركنه سينما. بصوا المنظر، هنا في الكوبايات، هنا حاجه تحط فيها اليو اس بي، ده كرسي سينما او كرسي طياره. بصوا المنظر، كانت عندي قديمه قبل كده كنت جايباها جلد وكانت عجباني جدا. بصوا برده بتتفرد سرير ما شاء الله عليها، شايفين؟ وبرده نفس النظام الجزء بتاعها التاني صحاره. بصوا المنظر، الله اكبر بجد عجبتني. حاجه فخمه كده تحسوا ان هي تشرف. دي اوضه النوم اللي عجبتني بصراحه، وقلت برضو ممكن ان انا اخدها لان الكومودينو بتاعها فيه فكره. بصوا المرايه بتاعته، التنجيد بتاعها هايل، الدولاب بتاعها تحفه، والتسريحه بتاعتها. بصوا المنظر، المرايه بتتفتح ان انت تحطي فيها حاجه الميك اب. الميزه عندهم ان هم مستغليين كل سنتي في الاوضه علشان يفيدك. بصوا المنظر، بصوا
انت بتبقي واقفه مش عارفه تختاري ايه، وده اللي انا حصل لي بصراحه انا وفرح واحنا بنختار. احنا مش عارفين نختار ايه من كتر جمال الحاجه وكتر جمال الموديلات، فانت محتاره. بص المنظر عامل ازاي. طب في جمال كده بذمتكم. عجبني كمان ان الادراج بتاعه التسريحه والكومودينو بتبقى متبطنه من جوه قطيفه، فانت ما فيش بقى حاجه اسمها تراب والكلام ده كله وتبقى على الخشب لوحده. لا 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 لا, لا. بصوا تحفه 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 بجد، عجبتني قوي. شايفين شكل الدولاب، الخشب حلو وموديلاتهم حلوه. الاوضه دي كانت عجباني جدا، فيها زي خزنه كده تبقى قافله فيها حاجتك، بدل ما تبقى حاجتك متنطوره في كل حاجه. كل اوضه عندهم ليها تصميم مختلف. بصوا سريرها عامل ازاي، روعه بجد، عجبني قوي قوي قوي. شايفين المنظر. عجبني عندهم ان في مش ان هي الاوضه مكرره ويبقى في منها الوان مختلفه، لا كل اوضه عندهم ليها تصميم مختلف، كل اوضه عندهم ليها فكره. بصوا المنظر. بصي بيدخلوكي من اوضه لاوضه، انا ما بقتش عارفه اخد ايه ولا اختار ايه ولا اختار ولا اعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، فعلا كل اوضه ليها فكره. بصوا المنظر. دي كانت تحس ان هي اوضه فندقيه تماما. شايفين الشكل عامل ازاي. الادراج كلها متبطنه، الخشب ما شاء الله عليه زين اصلي. بصوا المنظر. التقسيمات بتاعت الاوض هايله. الدولاب ده على فكره كان في فكره ان تفتحي الدولاب ينور، عامل زي الدريسنج بالظبط. الكرسي بتاع التسريحه فيه فكره برضو. عجبني عندهم فعلا حاجات، ان حته ان انت تختاري دي حاجه صعبه، دي اكتر حاجه قابلتها فيها صعوبه عندهم، ان انت تبقي مش عارفه تختاري ايه ومش عارفه تنقي ايه من كتر الحلويات. دي بقى اسمها اوضه ملوكي. طبعا متاح ان انت تغيري الالوان اللي انت مش عايزاها تمشي مع لون عفشك طبعا، وزي ما قلت لكم بتاخدوا الحاجه خلال اسبوعين او 3 بالكتير. بصوا الشكل. بصوا بقى دي كانت عجباني قوي في حته ان هي جرار وظرف في نفس الوقت. بصوا الشكل. طبعا هم كانوا بيوريك ان انت تحطي فيها الحاجه عادي. هنا كمان الاوضه دي عجبتني قوي، في فكره في الايدين بتاعتها، ان الايدين منها خشب منها فيها. بص المنظر برضو عجبني. ندخل بقى على السفر، ودي كانت حاجه رهيبه، انا ما بقيتش عارفه اختار ايه ولا ايه. حته ان كل كرسي فيه شكل، دي حاجه كانت مجنناني بصراحه. ان الكرسي فيه لونين، الظهر غير الوش، رسمه الكرسي نفسها مختلفه قوي. شكل الترابيزه لازم يكون فيها فكره، مش لازم ان هي تكون سفره وخلاص. شايفين شكل النيش معاها البوفيه بتاعها برضو كان عاجبني جدا بصراحه. اصعب حاجه قابلتها عندهم ان انت تختاري. بصي المنظر البوفيه عامل ازاي، مستغلين كل حته في البوفيه. بص المنظر الله اكبر. ده كمان كان معاه نيش تاني هتشوفوه دلوقتي. بصوا البوفيه الله اكبر عليه، حلو قوي. السفره دي برضو كان فيها فكره ان الترابيزه بتاعت السفره نفسها فيها شكل مختلف. برضو الكرسي موديل مختلف تماما، ما عندهمش يا جماعه موديل زي التاني، كل سفره عندهم موديل غير التاني بشكل مختلف تماما. دي كانت 4 قطع. بصوا المنظر. شايفين النيش بتاعها شكله مختلف. دي كانت نيش وسفره وبوفيه وقطعه كده عامله زي العسكري. بص المنظر. البوفيه بتاعها عامل ازاي، الله اكبر اللهم بارك بجد. دي كانت عجباني قوي لحد ما شفت واحده تانية غيرها بصراحه. بص ده عسكري، ده لوحده، ده منفصل، اسمه عسكري لوحده كده منفصل عن البوفيه وعن السفره والنيش. دي كانت 4 قطع كانت عجباني. دي بقى اللي كانت عجباني جدا، وقعدت لهم عليها وقلت لهم هاخد دي، يعني هاخد دي، ما حدش يتكلم معايا خالص. بصوا شكل الكرسي، بصوا المنظر عامل ازاي. بصوا البوفيه بتاعها 2 نيش على الجناب. البوفيه بتاعها جرار مش ظرف عاديه. بصوا المنظر. لفتت انتباهي في حاجه تانية كمان هوريها لكم دلوقتي، وعلشان كده صممت ان دي اللي هاخدها، يعني دي هاخدها. بصوا الشكل. طبعا دي كمان سفره صغيره انا شفتها وكنت قلت هاخدها لماما. دي ترابيزه فرداني من غير نيش ب6 كراسي، شكلها حلو جدا جدا برضو، تصميم الترابيزه بتاعها مختلف. دي برضو سفره تانية. الناس اللي بتعشق الابيض كان برضو شكلها حلو جدا، حلو قوي 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 قوي. بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي. جرار عايزه موجود، ظرف موجود. شايفين شكل الترابيزه تحفه. بصوا شكل الكراسي بتاعتها يا جماعه، والله العظيم بتروحوا عند معرض الشاعر انتوا ما بتبقوش عارفين تختاروا ايه ولا ايه، من كتر الحلويات اللي عنده ما بتبقيش عارفه تعملي ايه ولا ايه.
ممكن ناخدها لو انت عندك شقه مصيفيه او انت عندك المكان ضيق، دي هتنفعك جدا. يعني دي ان شاء الله باذن الله مع حاجه فرح انا هاخد دي عشان ماما تتحط في المطبخ وقت ما ان احنا عايزين ننضف خضار في المطبخ، عايزين نعمل سفره صغيره والمكان ضيق، دي هتنفعنا جدا. تعالوا اوريكم ايه العجيب في الترابيزه دي، يلا بينا. شوف شكلها عامل ازاي. كانت حاجه قد كده، مره واحده بقت بودره قادر. ترابيزه ب4 كراسي ما شاء الله عليها، تنفع وعمليه جدا. عندك بلكونه مش عايزاها تبقى مسحومه، ممكن تلميها وتركنيها على جنب وتيجوا لما تيجوا تفطروا كده او في رمضان، حته اللمه دي بتبقى حلوه قوي. عايزه تحطيها في مطبخ ماشي، عايزه تحطيها في شقه في المصيف ماشي، وفيها درج كمان عايزه تحطيها ان هي سفره في مكان ضيق، هتنفعك جدا ليكي ولولادك ما شاء الله عليها. تتلم تبقى حاجه رفنعه كده، بصي تتفرد، حد يصدق ان دي اللي لسه كنا شايفينها ما شاء الله. دي حاجه فردانيه زي السفره اللي احنا شايفينها كمان فردانيه. دي كمان ترابيزه 4 كراسي، بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي، تقيله تقيله تقيله. شكلها تحفه. عندهم حاجات فردانيه، عندهم نيش كمان فرداني، مش شرط تاخدي سفره على بعضها زي ما انا وريتكم كده. في حاجات حلوه كتير. في 2 صالون كمان انا عايزه اوريهم لكم قبل ما اطلع في الفيديو، علشان في واحد منهم كنت هجيبه الفرح بس هي اختارت الثاني اللي انا وريه لكم. تعالوا اوريكم شكله عامل ازاي. هنا بقى دول اخر 2 صالون انا شفتهم وعجبوني جدا. في الدرجه ديت والدرجه اللي زيها الناحيه الثانيه دول، كان الاختيار بينهم بصراحه. بص المنظر ده بدل البوف اللي هو القديم بتاع امهاتنا بتاع زمان. لا بص المنظر عامل ازاي، حاجه ملوكي دي بجد، حاجه ملوكي. ما ينفعش اقول عليها غير كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين او فاكرين لما تخشوا كده عند حد ويبقى في قصر كده وتبقوا مبهورين بالحاجه اللي موجوده؟ انا كنت مبهوره بالطقم ده. بصوا شكل الخداديه نفسها عامل ازاي، حاجه كده ما تلاقيش زيها عند حد. وده المميز، ان العروسه لما بتدخلي عندها بتبقى كأنك داخله معرض موبيليا، بتبقي بتتفرجي على كل حاجه وان انت مش هتلاقي زيها عند حد. وفعلا الموضوع دوت معرض الشاعر غطاه ووفى وكفى، ان انت فعلا بتدخلي عنده ما بتبقيش عارفه تاخدي ايه ولا ايه، ولا عارفه تختاري ايه ولا ايه. شايفين الجمال؟ عندهم كده تفاصيل بتبقى موجوده في التصميمات بتاعتهم فعلا تجبرك ان انت لازم تاخدي من عندهم. كل الالوان اللي انت تحبيها وحسب لون ديكورك متاح ان هم ينفذوه، ايا كان هو ايه متاح ان هم ينفذوه. شايفين الشكل؟ بصوا التفاصيل بتاعت الطقم نفسها عامله ازاي. هوريكم دلوقتي حاجه، التفاصيل بتاعت الطقم نفسه. الناس اللي هي بتحب اللطقم المذهب، هوريكم كمان حاجه في الجنب دلوقتي عشان تعرفوا ان هم بيهتموا بالتفاصيل جدا. بصوا شايفين بجد حاجات تحفه. وده واللي قبله كان الاختيار بينهم. يلا باي باي بقى كل حاجه عجبتني، باي باي.